هددوني ان هم هيموتوني. معايا اوراق ومعايا ادله ومعايا فيديوهات. كل واحد طالع بيقول معايا فيديوهات. هي فين؟ طب ما تعرضها. معاك مستندات، ما تعرضها. ما خدتش بعضك ليه ورحت في السر كده ورحت الرأي العام وبلغت؟ هل ليلى الشبح لها دخل؟ وفاء عامل لها دخل؟ ام مكه، ام سجده، سلمى الرحال، غيره وغيره وغيره، اكس ده ولا اسمه الشله اللي ما احناش عارفين لها اصلا هي ايه. هل هم تجاره اعضاء ولا غسيل اموال ولا مخدرات ولا هيروين ولا هم اصلا بيعملوا ايه؟ ومش معنى دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. مساء الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، يعود عليكم بخير وصحه وسلام بمناسبه مولد النبي الشريف. كل سنه وكل الدنيا كلها طيبه وبخير وصحه وسلام. عاملين ايه؟ النهارده فيديونا يعني مهم جدا جدا جدا، وعاوزين نعرف الحقيقة فين. حقيقة ملف كبير فتحته مروة اللي بتدعي عليها بنت حسني مبارك الرئيس السابق. أول أهم هي بنته ما هيش بنته، بس كشفت حاجات كتير كانت مستخبية. قلبت البلد، خلت اللي كان مستخبي واللي كان مش عارف ايه كله طالع من الحجران بتاعهم ولا من الفحر بتاعتهم. كله طالع دلوقتي وكله اتكشف. مش معنى دلوقتي اللي عنده حاجة طالع يقولها، قبل كده ما قلتوش ليه؟ مش معنى مروة بنت السابق حسني مبارك، بنت الرئيس مبارك السابق، اما طلعت وكشفت اوراق مهمة جدا جدا وقالت معايا دليل وهي مقبوض عليها دلوقتي، وكل اللي الشك فيه مقبوض عليهم. كلكم طلعتم بشلة المعلم كده، واللي عنده كلمة طلع قالها، واللي كان مخبي طلع حاجة طلع قالها. ليه ما طلعتوش قبل كده وكشفت كل الورق ده وكشفت كل الجرائم دي؟ ليه كنتوا ساكتين؟ ليه كنتوا ساكتين لما يحصل لكم حاجات اكتر من كده والبلد تتخرب اكتر من كده؟ النهارده معانا برضو جريمة بس مش عارفين لها هل هم بيداروها ولا في ايه؟ معرفش مين دي اللي بروجر أسقس. بروجر أسقس ده شاب زي اي شاب بيطلع، طلع من قيمة 3 ايام بيناشد الرئيس لحقني يا سعادة الرئيس، ليلى الشبح بتهددني، جايين يقتلوني. ده بروجر على السوشيال ميديا كلها. أسقس ده ده يتيم الأب والأم، ده متربي في الملجأ. كانت أمه الله يسامحها بقى كانت رمياه، وطبعا في ناس لقوه ودوه الملجأ وهم اتربى في الملجأ، يعني طلع 18 19 سنة. الدنيا خبطت معاه والدنيا ما كانش عارف أي حاجة في أي حاجة، اللي بقى يضحك عليه واللي مش عارف إيه. يعني فتح قناة بقى على السوشيال ميديا بقى وبقى يشتغل إيه عليها لحد ما اتشهر. اتفاجئنا، انا اول مره اسمع أسقس ده يا جماعه، ما كنتش متابعاه خالص. اتفاجئنا بفيديو بيستغيث الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغاثه، الحقني تعالوا خدوني ليلى الشبح واللي زيها واللي زيها واللي زيها بيهددوني ان هم هيموتوني. معايا اوراق ومعايا ادله ومعايا فيديوهات. كل واحد طالع بيقول معايا فيديوهات. هي فين؟ طب ما تعرضها. معاك مستندات، ما تعرضها. ما خدتش بعضك ليه ورحت في السر كده ورحت الرأي العام وبلغت؟ هل ليلى الشبح لها دخل؟ وفاء عامل لها دخل؟ ام مكه، ام سجده، سلمى الرحال، غيره وغيره وغيره، اكس ده ولا اسمه الشله اللي ما احناش عارفين لها اصلا هي ايه. هل هم تجاره اعضاء ولا غسيل اموال
ولا مخدرات ولا هيروين، ولا هم اصلا بيعملوا ايه؟ ومش معنى دلوقتي كل واحد طلع يقول كلمه. كنتوا مستخبيين ليه؟ كنتوا مستنيين واحده تطلع تقول جمله كلكم تقوموا معاها؟ دلوقتي في خبر مهم جدا جدا عن أسس. طب هو ايه الخبر؟ انت دخلتنا كده في موضوع وطلعتنا موضوع. ايه الخبر؟ طبعا انا سمعت ان أسس بعد الفيديو ده ما نزله على طول اتوفى. بعد الفيديو تاني يوم. هل هو ليه دخل بالفيديو؟ اكيد ليه دخل، اكيد. اصل انا ما اعملش فيديو وتاني يوم اتوفى الا لما يكون في حاجه. ناس بتقول لك عامل حسب الموتوسيكل، ناس بتقول لك ده كان عنده هبوط في القلب، ناس بيقول لك ده اتسلط عليه ناس بتقول لك ده جات له سكتة قلبية، ناس بتقول لك ده كان ماشي في الشارع وخبط على الجيران وقع من طوله خدوه ودوه المستشفى. ما نعرفش، ما نعرفش. هل أسس مقتول واخد حباية غلة بتأجر عليه ناس يديله حاجة يموتوه بالبطيء والاسم ماتت ربنا؟ ومش معنى بعد الفيديو ما نزله على طول هو بيستغيث للرئيس. زي وائل الفيديو اللي انا نزلته نفس النظام، كان بيستغيث للرئيس ان كانت عصابة بتهدده. اشمعنى أس مات بعد الفيديو ده؟ عايزين نعرف. وطبعا كل النقد بينفوا اللي هو مقتول، بينفوا خالص اللي هو مقتول، يقول لك لا ده هو ميت سكتة بالقلب، ده هو ميت عنده مش عارف ايه، ده هو ميت. ما جابوش سيرة خالص اللي هو مقتول. ليه؟ ليه؟ ما هو بعد الفيديو على طول. مش معنى بعد الفيديو على طول. ما جالوش سكتة قلبية قبل الفيديو ليه؟ ما جالوش سكتة قلبية بعد الفيديو باربع ايام 5 ايام اسبوع ليه؟ مش معنى انا نزلت الفيديو دلوقتي اتوفيت بكره، او يمكن اتوفيت في يومها بس قالوا بكره صبح عليهم مات، قالوا ده ميت دلوقتي. مش معنى ساعة الفيديو. انا بناشد الرأي العام يحققوا في المواضيع دي يا جماعة. بقى في خطر، بقى في خطر. بقى كل واحد دلوقتي طالع يقول حاجة خايف. كلمة واحدة مروة يسري اللي بتدعي بنت الرئيس كشفتها الكل اللي كان خايف طلع. طب انتوا ليه كلكم ما طلعتوش قبل كده ليه؟ وكشفتوا الورق وكشفتوا الجرائم وتنظفوا مصر. احنا عاوزين حق أس وعاوزين نعرف. للأسف هو ميت مقتول ولا ميت مسموم ولا ميت ايه بالظبط؟ ولازم نعرف. مش معنى بعد الفيديو على طول، مش قبل الفيديو ليه؟ مش بعد الفيديو بأسبوع ليه؟ مش معنى تاني يوم. ما يمكن ايه اصلا يوميها، يمكن هو سجل الفيديو ونزله من هنا ومات في يومها من هنا. كل شيء جايز. والله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. احنا ما بنظلمش حد وما بنجيش على حد. احنا عاوزين نعرف الحقيقة. الرسالة بتاعتنا انا او غيري او غيري من اللي بيطلع ينقض بنوصل رسالة لكل بيت عشان تخلي بالها من نفسها. احنا ما بنطلعش نتاع على حد زور. احنا بنحب نعرف الحقيقة عشان ننشرها، عشان كل انسان يعرف ايه اللي بيحصل في الدنيا، ايه اللي بيجرى في الدنيا. بس ده كل الحكاية. اسقط شاب عنده 25 سنة او 22 سنة، شاب زي اي شاب، كان بيطلع يستغيث قبل كده وكان بيدعي على امه وكان بيدعي على ابوه وكان نفسه يعرف امه مين، بس ما حصلش نصيب اللي يلاقي امه. حصل له اللي حصل. اتاخد في الرجلين. شاب ما يعرفش اي حاجة في الدنيا، كان محطوط في الملجأ ما يعرفش ايه اللي في الدنيا اصلا. اصطادوه وضحكوا عليه وهيقولوا الدنيا حلوة لحد ما وقعوا في الفخ ولحد ما توفى. الله يرحمه. ودي تفجينا. اتمنى من ربنا متنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان عندنا مفاجآت كتيرة ان شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد إن شاء الله. أسيبكم في رعاية الله.